بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، العلماء الأجلاء والسادة والسيدات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدر رئيس جمهورية قزاقستان قاسم جومارت توقايف قراراً خاصاً بشأن الاحتفال على مستوى الدولة بالذكرى 1150 عاماً لميلاد العالم الفيلسوف أبو نصر الفارابي. وعلى أساس هذا القرار تم تشكيل لجنة حكومية في العام الماضي، حيث برعايتها تم إجراء كثير من أبحاث حول حياة وأعمال العالم الكبير وأحد أشهر مفكري أوترار وأكثرهم شهرة، حيث اشتهر باسم أرسطو الشرق، أي المعلم الثاني بعد أرسطو. وما زالت الدراسة مستمرة في هذا الاتجاه. المشاركين الكرام، بمشيئة الله تعالى احتفلت الإدارة الدينية للمسلم قزاقستان العام الماضي بذكرى 30 عاما على تأسيسها، والحمد لله. أصبحت الإدارة الآن مركزا رئيسيا لنشر الإسلام في جميع ربوع البلاد، وهي تعطي اهتماما خاصا ل7 مجالات في عملها. الأهم منها التربية الروحية، أي علم الإحسان. الإحسان هو إتقان العمل الذي يقوم به المسلم وبذل الجهد لإيجاداته ليصبح على أكمل وجه، فإن كان العمل خاصا بالناس وجب تأديته على أكمل وجه. صلاح العمل مرتبط بصلاح القلب، وفساده مرتبط بفساد القلب. يقول الله تعالى: استعيذ بالله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. غالبا ما يستخدم مفهوم القلب في القرآن كمركز للنشاط الواعي مثل تفكير والمعرفة، وعلى هذا المعنى يستخدم أبو نصر الفارابي هذه الكلمة قلب في كتبه. ووفقا للفارابي فإنه مفتاح التواصل الفعال والحكم الرشيد، هو تحقيق الحقيقة والقيام بالأعمال الخيرية. لا يمكن أن يتم ذلك إلا من قبل شخص خالص، كما قال العالم: يعيش الإنسان الكريم المثقف من أجل الحكمة والإحسان. وفقنا الله جميعا لحياة كريمة. شكرا لاهتمامكم. شكرا لأساتذتنا الحاضرين الآن. شكرا شخصا لوكيل شيخ. شكرا لضيافتكم، حسن استقبالكم. بارك الله فيكم، حياكم الله، والحمد لله رب العالمين.